زوزان شلون اجمع واشتري ذهب وانا امكانيتي على قدي؟ ما راح اقول لكم ادخروا 10% من مصروفكم الشهري ولا هاي الامور كليتها، ولا راح اقول لكم سووا سلف وجمعوا واخذوا قروض واخذوا بالدين واخذوا بالاقساط. كل هاي الامور ما راح اقولها. راح اقول لكم على شغله بس ما اريدكم تضحكون علي بيها. والله حرفيا اني واحد من الناس اهلي يضحكون علي من نحكي لهم هذا الشغله. انتوا دا تشوفون الاكسبلور مالتي عباره عن مصانع ذهب ومحلات وقطع ذهب. اني نفر عندي ايمان تام بقانون الجذب. اي هذا القانون اللي هواي ناس تضحك عليه، اني عندي ايمان مطلق وتام بي بحول الله وقوته. يوميا تفرجولكم على محلات الذهب لمدة 10 دقائق، فيديوهات المصانع، طرق التصنيع، الكولكشنات الجديدة، وباعولها وتفرجوا عليها. والله لمدة من شهر إلى 6 أشهر راح تشوفون طاقتكم موجهة لجمع بقدرتكم فيكون. شلون تدبرون الغداء والعشاء مالتكم؟ راح تدبرون فلوس تشترون بها قطع ذهب وتجيكم رزقه. ودائما دائما دائما اصطدقوا حتى اللي ما عنده، ومن تشوفون نعمة عند أحد قولوا اللهم بارك له فيها وارزقني أحسن من عندها. وشوفوا تأثير الكلام هذا، وشوفوا تعالوا لي ورا 6 أشهر. أنا أعرف ناس من تشوف فيديوهات الذهب تسوي سكيب، تقول أنا ما عندي فلوس شلون راح أشتريها. لا، هو هذا أكبر خطأ. عندي ذهب وأريد أبيعه، زوزان علمينا شلون ما ننغلب. اكو شغلتين بنات لازم تعرفوها قبل ما تبيعون. كمثل اليوم سعر الذهب 800 ألف للمثقال الواحد، بالإضافة لهذا سعر الإجور للمثقال. هذا مجرد مثل. من تجين تريدين تبيعين لازم تعرفين هاي المعلومتين. أول معلومة الإجور كليتها تروح، أو الصياغة أو المصنعية، شوف أنتي شو تسميها، هذه كليتها يروح. بالإضافة لهذا المعلومة الثانية سعر الذهب نفسه ينزل تقريبا 10,000 دينار أو 20,000 حسب اليوم للعرض والطلب، فيصفى 790. فأنتي من تسألين الصايغ اليوم بيش سعر الشراء وبيش سعر البيع، فيقول لك 800 أبيع لك و790 أشتري من عندك. فهاي المعلومة كلش مهمة. فمن يقول لك 790 أشتري من عندك للمثقال الواحد، إحنا لازم شنو نقسم هذا المثقال على الغرامات، نقسمه على 5. 790 تقسيم 5 يطلع النتيجة 158 ألف، هاي للغرام الواحد. فهنا صار عندك سعر الغرام. شوفي انت قد الذهب مالتك تضربيه في وزن الذهب اللي عندك، كمثل 13 غرام بوينت 57، تضربون هذا بهذا ويطلع النتيجة. فأول شي هنا شو تسوون؟ تقسمون. ثاني شي هنا تضربون. بس خطوتين وحيل سهلات.